في مملكة بوسبير والمخدرات لا يوجد شيء اسمه حلال أو حرام. الدعارة، الجنس، اللواط والسياحة الجنسية، العبودية، كل شيء كاين. حتى اسمع هذا الخبر من الإسبريس. قالت لك انطلق رسميا موسم زراعة أول محصول للقمح الهندي بعد استيراد البذور الصالحة لهذه العملية وتوزيعها على الفلاحين والتعاونيات بكل من أقاليم الحسيمية وششفاون وتاونات. هذا الخبر نتاع تقنين المخدرات. أما تقنين العلاقات الجنسية الرضائية كما سموها، هو أنه المروكي كي يلقى مرته مع راجل ما يقدرش يشكي بها لأنه في علاقة نتاع تراضي، ولا ما عجبوش الحال يروح يطلقها. رضا بهذاك الشيء يعود هو يجيب لها، ما رضاش يطلقها وتروح تجيبه من جهه خلاف. هذا هو بوسبير، هذا هما المراركه وهذه حياتهم. راضيين بهذا الشيء، راضيين بهذا الدل. ربي يسلط عليهم من يزيد يدلهم اكثر واحد. الزوج اللي غيلقى مراته مع واحد اخر في ذاك الوقت الا مشى تداز هذا القانون ما غيقدرش يمشي عند وكيل الملك وما يقدرش يقول له صيفط لي البوليس، غيقول له بيناتكم ما عجباتك سير طلقها.